السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيدا عن عالم هوليوود المزيف، وبعيدا عن عالم الأفلام والمسلسلات المزيفة الخيالية، ونعيد بكم الزمن إلى منتصف القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر، ونكشف لكم حقيقة القبطان والبحار المسلم جاك سبيرو الذي حارب ضد الإنجليز والأسبان. في بداية القرن السادس عشر بدأ إسلام القرصان البحار جاك سبيرو، وغير اسمه إلى يوسف ريس، وبدأت الكنائس الصليبية وبعض الأديار في أوروبا بإدانة جاك سبيرو أو يوسف ريس، ونعتوه بالمجاهد البحري المرتد عن المسيحية والمعتنق لديانة العرب والإسلام. وفي سنة 1612 أقيمت مسرحية للأديب الدرامي ريبورت دابرون بعنوان مسيحي يتحول إلى التركية، واستمرت هذه الأعمال إلى بداية القرن الواحد والعشرين. وفي عام 2003 بدأ إنتاج سلسلة الأفلام بعنوان قراصنة الكاريبي جاك وورد، وقد سمي كذلك بجاك بيردي وجاك سبارو نظرا لولعه الشديد بالطيور. ولكن بعد إعلان إسلامه سمي نفسه بيوسف ريس، وقد ولد في إنجلترا عام 1553 لعائلة بسيطة، وعمل بصيد الأسماك في صباه، وسرعان ما عمل بالقرصنة، وأصبح أحد أخطر وأقوى القراصنة بعد نجاحه في هزيمة الأساطيل الإسبانية بترخيص من الملكة إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا. وبعد اعتلاء الملك جيمس الأول للعرش الإنجليزي أمر بإنهاء الحرب مع الإسبان، مما أدى ذلك إلى تضرر الكثير من القراصنة الإنجليز، وعلى رأسهم جاك وورد بسبب توقف مصدر الرزق. وعمل أغلبهم في البحرية الملكية البريطانية بأمر من الملك، وهو الأمر الذي لم يعجب أبدا جاك وورد ومعظم البحارة. وبعد مرور أسبوعين فقط قام الكابتن جاك و30 من زملائه بسرقة أحد سفن الأسطول الإنجليزي، وتم انتخابه كزعيم للقراصنة من قبل زملائه. ثم أبحروا باتجاه البحر الأبيض المتوسط ليستكملوا مهنة القرصنة ضد السفن الإسبانية والبرتغالية بالتحديد. توجه الكابتن جاك بعد ذلك لتونس التي كانت تحت الحكم العثماني، وتوافق مع حاكمها عثمان داي على أن يجعل له قاعدة لعملياته ضد الأسبان مقابل تقسيم خمس الغنائم والثروات لصالح تونس. وافق الحاكم عثمان داي، وعاش جاك في تونس. وفي تونس تعرف على الإسلام والمسلمين، ورأى تعامل المسلمين بينهم البين، وتأثر بالمسلمين وتعاملهم مع الآخرين، وأسلم وعاش في تونس سنة دون أن يعلن إسلامه. وبعد مرور سنة أعلن إسلامه هو ورجال طاقمه، وغير اسمه إلى يوسف ريس. واستكمل يوسف ريس الكابتن جاك حملاته ضد الأساطيل الأوروبية على رأسها الإسبانية والبرتغالية، حتى أصبح اسمه مصدر قلق ورعب لجميع أنحاء أوروبا. كما نعته العديد من الأدباء الأوروبيين بالمجاهد البحري المرتد عن المسيحية المعتنق لدين العرب والإسلام. كما لعب دورا هاما وحيويا في نقل الآلاف من المسلمين واليهود الفارين من وحشية الأسبان بعد سقوط الأندلس إلى بر الأمان. بعد دخوله للإسلام توقف عن شرب الخمر، بالرغم أنه كان معروفا عنه أنه سكير كبير. وتزوج من فتاة أشهرت إسلامها بعد هروبها من الكنيسة تدعى ياسمين الصقلية، في حين استمر بإرسال الأموال لزوجته السابقة الإنجليزية، وعاش ما تبقى من حياته بقصره بتونس حتى توفاه الله عن عمر يناهز 70 عاما في عام 1622 ميلادي.